شباب يقول لفوق حياة بدون القائد بالروح بالدم يديك يا قائد بالروح بالدم يديك يا قائد جن جهاد آزادي جن جهاد آزادي مستخدمين حتى الأسلحة الثقيلة المحرمة بحق الأوان الأهلية وذلك في الصف الأول الحقيقي أمام عائلة المنظمات الحقوق الإنسانية الذي هذا العمل الذي قامت به الدولة ليس دليل على أن استخدمت مثل هذه الأعمال من قصد الأسلحة على راس العين مسببة أمراض التسكية بأنواع التسكية فأنا في هذا الوقت نجيب المستنكر بأشد عبارة ما تقوم به الدول الأوروبية ومتصلاتها ما يحصل قانون في مناقضاتها من مستخدمي الأسلحة الثقيلة المحرمة التي والتي تؤثر على الذاكرة وتشويش الصورة البشرية فإلى ندين ونستخدم فيما تعالى السامية وحقوق الدول ونقارن حقوق هذه الممارسات الوحشية والاستبدادية التي تقوم بها الدول الأوروبية ندعوها من قبل المجتمع الدولي بالعدل والخفاء